مت يا زهرة اتبدلت لأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ودوقني ليه الحال لا أعمل معاه الصح أنا وأسنده لمال وأعرفه وأقف جنبه في المحن وأكون طويل البال وأعرفه إن الفلوس ما بتعملش الرجال والحوجة مرة وياما بهدلت أبطال. النوم هو الموتى الصغرى غاية ما هنالك إن النوم راحة مؤقتة، الموت راحة أبدية. النوم بنغيب فيه عن الحياة غياب مؤقت، والموت غياب الأبدي. أكاد أجزم إني كنت في وقت كبير من حياتي لو دخلت ماراثون سباق للنوم كنت هكسب باكتساح. حياتي وقت كتير جدا منها كنت مقضيها في النوم. رحلتي معاه من وانا صغيره، افتكر اول يوم في المدرسه بعد ما قضيت اليوم المدام قعدت تحفظنا اغنيه بعد ما دردشت معانا. فرير جاك دورميفو. قالتها مرة 2 3 لقيت نفسي حفظتها خلاص، هعمل ايه تاني؟ بصيت يمين وشمال لقيت ورا بون فاضي او الديسك يعني او التختة زي ما بيقولوا. خلاص ارجع بقى وارتاح، ورحت في النوم. بفتح عيني كده لقيت بابا واقف جاي ياخدني في المدرسة. قالوا لي دي قاعدة ورا نايمة. اخر اليوم بيبقى التجمع العائلي، احنا في بيت عيلة بنبقى على السلم كده قاعدين، فعمه خدني على رجله وسألني خدتي ايه غناية النهارده في المدرسة؟ غنيت له الأغنية، غنيتها له بالفرنساوي وبعدين قلتها له بالعربي زي ما حفظونا. يا عصفورة يا عصفورة انتي تنامي؟ قال لي وانتي بقى نمتي؟ قلت له ايوه فعلا نمت. اتاري بابا كان حكيم. تمر الايام والنوم بالنسبه لي هروب من كل ضغوط الحياه. ازعل انام، اتعب انام، حاسه ان في عليا ضغوط كتيره ومتطلبات كتيره انام. في الكليه ما كانش حد يتصل يسال عليا غير ويردوا عليه يقولوا له ريهام نايمه. كنت في حرج شديد جدا ان هم يفتكروني ان انا بهرب منهم. مهام كتيره جدا كانت بتطلب. كنت في هندسه وما ادراكم بهندسه، شتات مطلوبه، رسومات ولوحات مطلوبه. انام بالذات لما يكون مني مطلوب لوحه، افضل استحضر شكل التعب اللي همر بيه فاهرب بيه منه بالنوم. ولما كانوا يجوا يصحوني واصحى واقوم ارد على التليفون اتكلم مكالمه كامله وكل حاجه، واجي اقوم تاني يوم الصبح يقولوا لي ده فلانه اتصلت عليكي وانتي قمتي رديتي. استغرب، انا مش فاكره اي حاجه خالص. وياما ياما ياما
غبت بالنوم دوت عن حاجات كتيرة في حياتي، تجمعات عائلية، زيارات ناس حبايبنا، وبعد ما اقوم يقولوا لي حاولنا نصحيكي بس انتي كنت نايمه وما رضيتيش خالص تصحي. تمام. مرت الايام وبعد ما اتخرجت ابتديت الشغل. ابتدت مرحله تانية خالص معايا مع النوم. كنت اروح الشغل اصحى من 6 الصبح لغايه 7 بالليل، كل ده وقت مقتطع للشغل. اروح اكل يا دوب ساعه بالكتير وابتدي انام عشان اصحى تاني يوم الصبح الساعه 6 وارجع الساعه 7. حسيت ان الحياه روتينيه قوي. كام شهر قضيتهم بالشكل ده، بعدها قررت اني لا، لازم يكون في تغيير. ابتديت بعد ما اخرج اخر اليوم واسجل بصمه الخروج، كان التسجيل لبصمه دخول لحياتي انا الشخصيه اللي عايزه اقضيها. كان شغلي عند نادي الصيد، اطلع ممكن اخدها مشي لغايه الساقيه، نص ساعه ولا حاجه، اهو اهون من زحمه المواصلات. اوصل احضر ندوات، احضر عروض مسرحيه، احضر محاضرات في التاريخ، دي كانت بتهمني جدا، احضر حفلات، شويه كده انشطه مضروبه في الخلاط يعني. كنت بستمتع قوي. ارجع انام، لا، لسه انا عايزه يومي يكمل تاني، لسه عايزه وقتي انا الخاص بيا. افتح الفيسبوك وغيره وغيره، اتفرج، وفيديو يجر فيديو، واخبار تجر اخبار. فجاه وصل الساعه 2 3 4 وانا ما نمتش. لازم بقى انام عشان اصحى الساعه 6 الصبح. فضلت على الحال دوت لحد ما جه وقت حسيت باعياء شديد. رحت للدكتور، وصفت لها حالتي ان انا بحس ان انا ماشيه بجر تريلا. عملنا الفحوصات والتحاليل. بعد ما الحاجه كلها طلعت سليمه، ابتدت تسالني سؤال: ريهام، انت ايه اخبار النوم معاكي؟ وقتها بس ابتديت انتبه ان انا يومي بيعدي وهي ساعه ساعتين اللي بنامهم. قالت لي: انا قناعتي التامه ان انت كل مشكلتك في انك مش بتاخدي راحتك من النوم. طلعت روشته ورقه فاضيه وكتبت فيها النوم 8 ساعات يوميا. خدت الروشته دي وحطيتها دايما قدام عينيا، حطيتها في المحفظه معايا. ابتديت اركز ان انا لازم هروح انام واخد وقتي كافي من النوم عشان اصحى تاني. وفضلت كده فتره. ارتحت؟ لا، ما ارتحتش. حبيت ارجع تاني لحياتي اللي فيها صخب وحياه، واحس اني فعلا عايشه. مرت الايام برضو ودخلت في دوامه تانية. النوم بقى مستعصي جدا عليا، وحتى لو نمت عدد ساعات طويله اقوم تعبانه ومرهقه ومش حاسه بمتعه النوم، وحاسه دايما اني مش مرتاحه. شويه اصحابي اللي عندهم شويه في معلومات في الطاقه: ريهام، لو في اي مصادر كهرباء في الاوضه اقفليها، لو في راوتر او نت اقفلي، موبايل طلعي بره الاوضه، وهكذا. اعشاب اللي انا مهتمه بيها، اخد عشبه القديس يوحنا يمكن انام او اعرف انام. لغايه ما اضطريت في الاخر ان الجا للادويه عشان اعرف انام واستمتع بالنوم. وفي رحلتي بالنوم اكتشفت اني مريت بمرحلتين. على الرغم ان النوم ده عمليه بيولوجيه فيها منتهى الاريحيه اللي تتم، الا انها فجاه تحولت معايا لعمليه مستعصيه جدا، ممكن تكون بامر الطبيب. وفي كل الاحوال كان القرار ليا ان اخترت باني اكتفي اعيش نص حياتي.